يا صباح التجديدات، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. من الفيديو اللي فات للفيديو ده اول تجديدات اوضه النوم. هندهن اوضه النوم باقل التكاليف واقل الامكانيات، مش هنكلف نفسنا اي حاجه، هنكلف نفسنا حاجات بسيطه جدا جدا. احنا عاوزين نمشي تبع الموضه، عاوزين نبقى شقتنا موديل. فاتمنى بقى فيديو النهارده كده يعجبكم وتوصلوا الفيديو لاعلى عدد من المشاهدات واعلى عدد من اللايكات. شكرا لحبايب قلبي اللي دخلوا عندي جديد على القناه، بجد شرفتوني ونورتوني. ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ولا كومنتاتكم الحلوه. اول حاجه كده بداتها بقى اللي انا ادهن الكراسي كده، وادهن زي ما انتم بقى شايفين كده معايا الدولاب الصغير اللي انا بحط فيه هدوم محمد. هدهنها بقى كده، يعني بصوا اخليها لون جميل جدا جدا. دي طبعا جزامه يا جماعه، عزكم الله. هي مش لون العفش بتاعي خالص ولا اي حاجه، انا لون عفش بني. فدي كانت معموله كده بره العفش. فاتمنى بقى ان الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم وكملوا الفيديو للاخر، عشان الفيديو ان شاء الله باذن الله هينور رضاكم. هنبدا بقى تجديدات في اوضه النوم باقل التكاليف واقل الامكانيات، واللي انتوا عاوزينه ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعض. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه في اوضه النوم. اول حاجه كده خالص هنعملها مع بعض، سيبكوا بقى من الكتاكيت الصغننين دول. هشيل المرتبه وهفك السرير واطلع الحاجات دي كلها، افضي الاوضه خالص، افضيها بره عشان ان شاء الله باذن الله ندهنها. انتوا كنتوا قلتوا لي ادهنوها ابيض، فانا ادهنها ابيض ابيض، لون ابيض، ولا ادهنها اللي هو اللون الجريد اللي هو الرصاصي الفاتح دون. فبالله عليكم الفيديو هنزله النهارده، فاكتبوا لي رايكم في الكومنتات ان شاء الله باذن الله. هستنى رايكم بالليل عشان خاطر اقوم رايحه عند الموان اجيب بقى الدهان. انا كنت جايبه دهان جردل اللي هو الابيض دون، بس ما جبتش الالوان ولا اي حاجه. فاكتبوا لي في الكومنتات كده نعمل مع بعض ايه ان شاء الله باذن الله، نعمل تجديدات وتغييرات في اوضه النوم. انا من الناس اللي بحب التغييرات. انا كان نفسي الصراحه اللي انا ادهن اوضي كمان، بس الصراحه انا من الناس اللي بحب اقولها لكم في كل فيديو اقولها، احب ادي كل واحد حقه. احب اودي الحاجه اللي انا معرفش اعملها او هبوظها لبتاع الدهان يعني. فانا لما حبيت ان انا اودي السريرين والمطبخ يدهنوا، فلقيت الموضوع هيكلفني جامد جامد. يعني الموضوع دخل في 6000 جنيه، وانا الصراحه ولا امكانياتي ولا ميزانيتي ولا الحاجات دي كلها تسمح. وفي نفس الوقت قلت ان شاء الله باذن الله لما ربنا يفرجها علينا ويوسع علينا ابدا ادهن اوضه النوم بتاعتي، لان اوضه النوم بتاعتي زي ما انتم شايفينها مدهونه قشره. فحرام اللي انا ابوظها، وحرام اللي انا ادهن فيها بالفرشه زي ما انا دهنت في اول الفيديو كده. فيعني حاجات بسيطه كده هنعملها في بقل التكاليف واقل الامكانيات. حطوا اللايك يا احلى اخوات في الدنيا، ادعموني بالله عليكم، محتاجه دعمكم جدا جدا جدا، محتاجه وقفكم جنبي، محتاجه الفيديوهات بتاعتي اللي انا انزلها اليومين دول لاعلى عدد من المشاهدات واعلى عدد من اللايكات. وتكتبوا لي في الكومنتات السرير المره دي نحطه في النص يبقى ثابت في النص، ولا نحطه في الجنب زي ما هو زي ما انا فكيته كده. وان شاء الله باذن الله البروزين اللي انا حطاهم دول هشيلهم واروح اجيب، انزل اشتري شويه مشتريات كده ورد صناعي وحاجات للاوضه. ان شاء الله باذن الله نعمل تغييرات جزئيه، يعني بصوا 100%. فادعوا له كده يا احلى اخوات واحلى بنات في الدنيا ان ربنا يصلح حالنا وييسر امورنا، اللهم امين يا رب العالمين. شفتوا بقى دي منظر الاوضه، بس الصراحه انا ما عرفتش ان انا افك الدولاب. حد يقول لي فك الدولاب وتاني الاوضه كلها مش مشكله، الجدار اللي جنب اللي على الدولاب مش هيفرق معايا في شيء، كده كده متداري. لان الصراحه انا بعمل لوحدي عشان خاطر بخلي ابو محمد يعمل معايا ويطلع الحاجات دي كلها بره ونفك الدولاب والهدوم والحاجات دي كلها. الموضوع هيغيب والموضوع هيطول والموضوع هيبوخ. فانا خدت على قد ما اقدر، شلت الحاجات اللي انا اقدر اشيلها. الدولاب مش هيفرق معايا في شيء، مش مشكله يعني الدولاب على قد ما اقدر. لو حاولت ان انا ازقه وعرفت ازقه هزقه، ما عرفتش ان انا اتخره خلاص. كده فضيت الاوضه كلها. تعالوا ننزل بقى ندهن، نشوف احنا هندهن ايه. اول حاجه كده عملتها كنت حاطه ستيكر على الرخامه، على الجزامه دي. كنت مغلفاها كلها بالورق الستيكر، كان قبل ما يطلع ورق الحراري كنت مغلفاها باللي هو الورق
اللي هو الخشب اللي هو الالوان والحاجات دي. كده جبت السكينه، شلت كل حاجه بارزه فيها عشان خاطر لما ادهن يبقى ادهن على نظيف. اهم من الشغل ضبط الشغل، يعني اهم اللي احنا بنعمل الحاجه بدقه تطلع معانا جميله ان شاء الله باذن الله. كنت انا جايبه اللي هو الجردل دون، بس اللي هو الدهان دون دهنت بيه الباب والشباك وطرفين من المطبخ. وفوضت بقى اللي انا ادهن ادهن الصراحه الجزامه دي انا كنت عاملاها كده لوحدها. لون الصراحة مش حلو خالص. النجار لما عملها وداها تدهن عملها لون ابشع لون، يعني لون الفوشيا دون في البامبا، تحس كده اللي انتي الوان اساسا بتاع ايام زمان كده، ولون مش حلو كده. فالمهم قلت بقى لابو محمد، انا قبله الصراحة قبل ما اعمل اي حاجة بحب اشوره بالذات في الدهان والحاجات دي كلها. قلت له انا هدهن الحاجه دون، بس قال لي اهم حاجه ما تحاوليش تيجي جنب الاوض عشان بجد هيبقى فيها كلام تاني هيبقى فيها زعل. مهما يا بنات انت تدهني الحاجه بايدك والله العظيم 3 مش هتطلعيها زي الصنايعي. انا نفسي اعمل حاجات كتير كتير كتير، بس ربنا ما يسترش الامور لسه دلوقتي. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض تجديدات وتغييرات وحاجات كده تعجبكم وتنور رضاكم. كله بتشجعكم، كله بتحفزكم. اهم حاجه توصلوا الفيديو لاعلى عدد من المشاهدات واللايكات عشان يوصل لناس كتير، ونبدا نشجع مع بعض ونبدا نعمل تغييرات. انا كان نفسي وانا بعمل التغييرات اودي الاوض النوم بتاعتي، اوضه النوم بتاع الاطفال حتى اوديها لحد يدهنها. بس والله بامانه السريرين والجزامة بس قلت له عليهم، لان انا ما عنديش دولاب، يعني السرير والجزامة والسريرين والجزامة قال لي 4000 جنيه. فتخيلوا يا بنات لما اودي اوضه تترش بس هو قال لي انا هرشها لك تاني لاكيه، او هرشها لك قشره زي ما هي مرشوشه. فالحاجات دي كلها بتاخد فلوس، وطبعا مش على خشب ابيض، ده طبعا على الوان وتخش الفرن وحوارات، يعني حاجات كتير. بس الحمد لله احنا هنسيبها كده ان شاء الله باذن الله، ونجدد فيها ونجيب شويه فيها ورد صناعي ان شاء الله باذن الله. كل حاجه تحلى، ومع الصبر كل حاجه هنولها ان شاء الله باذن الله. ربنا بس يحقق احلامنا واحلامكم، اللهم امين يا رب العالمين. بس فضلا وليس امرا، كل اللي لسه بيتفرج عليا وما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان تكبروا قناه يوميات دعاء في الريف. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتنور رضاكم، بس بالله عليكم الفيديو المشاهدات بتقف عند رينج معين للمشاهدات. انا عاوزه بقى انزل الفيديو يوصل ان شاء الله باذن الله لاعلى عدد من الجمهور واعلى عدد من الاخوات. كده بقى اول حاجه كده بندهنها، انا دهنتها كده وش اولاني، وبرجع ادهنها بقى وش تاني، وبالفرشه الحتت اللي هي الرول اللي ما بتقدرش تاخدها بدهنها انا بقى بالرول كده زي ما انتم شايفين. لما بدهنها وش اولاني وارجع ادهنها بقى وش تاني كده بتنشف وتاخد معاكي لون، فالدهان دون بيروح. طبعا هي مدهونه قبل كده مره، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا ندهنها عشان ما نبينش الدهان الاولاني. انا قلت الاول ادهن الجزامه من فوق من كل الجوانب، وادهن الكراسي لو فاض لجوه الجزامه خلاص ما فاضش ما فاضش. الصراحه ان شاء الله باذن الله يعني احاول اليومين الجايين ده بقى اللي حطها في دماغي ان شاء الله باذن الله اعمل دولاب. لازم اعمل دولاب اطفال، ويوم ما هعمله بردك هتحجج بقى واعمله ابيض عشان اودي، يعني هيبقى بقى يعني غصب عن الجميع هودي بقى يديهن ان شاء الله باذن الله السريرين ان شاء الله باذن الله. يبقى ربنا يحقق لنا احلامنا ان شاء الله باذن الله يعني. ونحقق مع بعض كل حاجة في الدنيا دي كلها ان شاء الله باذن الله، مع الصبر ومع الإرادة كل حاجة بتتحقق وكل حاجة بتكمل. يعني كل الناس، كل القنوات الكبيرة دي كانت قنوات صغيرة كبرت مع الوقت وكبرت مع طولة البال وكبرت مع الصبر. فان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا من الصابرين الشاكرين بدعمكم ليا وبحبكم ليا وبوقفكم جنبي ان شاء الله باذن الله. بصوا يا بنات انا كده بقى هون بديها وش واتنين وتلاتة، يعني بصوا عشان خاطر اللي انا عاوزاها يعني يكون مش باين فيها اي حاجة. كده بقى الكتكوتة الصغيرة حطوا اللايك لأحلى ايمان في الدنيا، ربنا يطعم كل محروم بالذرية الصالحة اللهم امين يا رب العالمين.
دول كراسي السفرة. انا كنت جايبة الكراسي دي يعني طبعا في جهازي لوحدهم كده، وما كانوش منشوشين ولا مدهونين ولا اي حاجة. فكة واحد عيناه عشان طبعا المساحة كانت اصلا شقتي اللي انا متجوزة فيها كانت صغيرة خالص، كانت اوضتين وصالة. يعني بصوا الصالة كانت مترين في متر، يعني بصوا كانت صغيرة خالص جدا جدا جدا. فالحمد لله يعني. فروحنا بقى السكن دون، جبت بقى ايه ترابيزة سفرة جديدة، وجبت الكراسي فالحمد لله. بس مش مدهونة. ان شاء الله باذن الله كده ندهنها مع بعض الكرسيين. الترابيزه مدهونه ابيض، والكرسيين كمان ادهنهم ابيض، ونحاول نجيب مفرش جديد ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر امورنا واموركم، اللهم امين يا رب العالمين. الصراحه كان نفسي اعمل، وايمان مش موجوده معايا. يعني بصوا ايمان مغلباني جدا. ف بس انا على قد ما اقدر عاوزه اخلص كل الشغل دون قبل طبعا ابو محمد ما يجي، لان الراجل لما بيجي من شغله بيلاقي الدنيا مكركبه، بيحس باكتئاب، بيحس باحباط، بيحسسك اساسا ان انت بتعملي حاجه مش مظبوطه وبتعملي حاجه غلط. اعزكم الله يعني ايمان ماسكه الشوز بتاعها بتلعب بيه، فبيحسسك ان الدنيا مش مظبوطه معاكي، انت بتعملي حاجه مش مظبوطه، انت بتعملي حاجه غلط، انت هتبوظي دي، انت تعملي كذا، انت تعملي كذا. فانا حاولت على قد ما اقدر، احاول ان شاء الله باذن الله اخلص اوضه النوم في خلال يوم يومين بالكتير. انا اول حاجه كده فكيتها ودهنت دون. ابدا بقى اروح عند الموان اجيب شويه ديكورات، واجيب شويه حاجات كده للاوضه، نركبها مع بعض ونعملها مع بعض. اتمنى ان الفيديو بجد يكون عجبكم من رضاكم، واتمنى ان انا ما بكونش اطول عليكم الفيديوهات وما تزهقوش مني. بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وصلوا الفيديو لاعلى عدد من المشاهدات واعلى عدد من اللايكات. وانا بردك هستنى ارائكم، واستنى تعليقاتكم، واستنى كل حاجة انتوا تكتبوها لي. هستناكم تكتبوا لي ندهن الاوضة ايه بالظبط بقى، عشان ده خلاص اخر مرة هندهن فيها، ما عدناش هنجدد فيها تاني. فنشوف اللون المناسب للأوضة. كله بيقول لي ادهني ابيض، فانا عاوزة اعرف اللون الابيض او الدرجة الاولى من البياض، ولا نكسره بلون بسيط. فانتوا حددوا انتم، شوفوا رأيكم انتوا اللي هتقولوا عليه. انا ان شاء الله بإذن الله هعمله. بس اهم حاجة احنا زي ما قلنا في الاول الفيديو، هنجدد وهنغير بأقل التكاليف وأقل الامكانيات، مش هنكلف نفسنا كتير ولا هنتعب نفسنا، بأقل التكاليف وأقل الامكانيات، عشان خاطر لو حد نفسه يجدد زي كده ويغير ويعمل كل حاجة نفسه فيه، فيبقى معاه أقل التكاليف. فاتمنى بقى منكم تعلقوا لي كومنتاتكم الحلوه، كومنتاتكم الايجابيه، تفضلوا واقفين جنبي تدعموني. بالله عليكم محتاجه دعمكم، محتاجه كل اللي لسه ما اتفرجش عليا في القناه يدعمني بكومنتات حلوه. اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير، في رعايه الله.